السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادين النهاردة عامله لكم كشري كده اقتصادي وسهل وبسيط. على الكشري الحلة واحدة، الرز والشعرية والمكرونة الاسباجيتا والمكرونة الصغيرة والعدس الاسود، كله في الحلة واحدة يا جماعة. والله العظيم انا اول مرة اعمله، بس طلع بسم الله ما شاء الله تحفة. وكنت خايفة اللي يتعجن مني، بس بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الحلاوه والجمال دواتي. تعالوا نشوف عملناها كيف ونسمي بسم الله كده دواتي. حطينا كميه زيت كده دواتي، الكميه دي كلها دي علشان هتبقى للشعريه والرز والمكرونه التانية والعدس ابو جبه اللي هو العدس الاسمر، كله في الحله واحده. بس انا حطيت في حله كبيره علشان ما يتعجنش. نزلت كده دواتي بايه، بالشعريه زي ما انتم شايفين. هنحمر الشعريه ونسمي بسم الله ونتوكل على الله ونشوف وصفتنا كده. والله انا كنت خايفه منها، بس الحمد لله طلعت جميله. عشان انا مش كنت ناجعه العدس ابو جبه، قلت اسلقه. اللي هو المفروض ايه يبقى منجوع لو هتعمليه مع بعض. اللي انا قلت خلاص هو في دقيقتها كده خد بتاع 5 ثواني 5 دقايق سلق، ورحت عملتها. بعد ما حمرت الشعريه نزلت بيها بالحج رز كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل واحد بقد ايه امكانياته وقد المقدار بتاعه، بس كل ما تقل في الحاجه دي بتبقى احلى علشان دي حله واحده. يعني اللي اول مره يعملها يعمل شويات. وبعد ما كده اتغلف الرز والشعريه اغلف المكرونه بردك قوي مع الرز والشعريه في الزيت. لازم 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 يفكوا عن بعض، ما نخليهمش يبقوا مكلكعين، لا زي ما نكون فلفلناهم كده مع بعض الرز والشعريه والمكرونه. مش هنطش ابدا الا لما الكل يتغلف فيها في الزيت. وتصلوا بينا على النبي وما تحرمونيش من اللايك والاشتراك. معلش عندي النت ضعيف، وان شاء الله مرضودالكم. النت ليه كتير ضعيف كده، ولما يجي ان شاء الله هيترد لكم بالخير يا رب. وبعد ما اتغلفت زي ما انتم شايفين هننزل بيها بالعدس ابو جبه الاسمر اللي احنا سالجينه او منجوع ماشي. كله دوت في حله واحده. ادينا وفرنا بتاع سلقه المكرونه وحله سلق المكرونه، وفرناه ووفرنا ايه المصفايه وكل حاجه في حله واحده يا جماعه. والرز بالشعريه. وبعد ما نزلنا كده اهوت بردك لازم نغلف العدس الاسمر كده زي ما انتم شايفين. اتفلفل كله، اتفلفلت معايا. ونزلت كده بمعلقه كبيره ملح، كل واحد على قد مقدار. اتفلفلت الشعريه والرز والمكرونه والعدس ابو جبه كله ببعضيه يا جماعه. بيجي يخشول في بعضيه، بيجي كانك انت بتحمر المكرونه. بس هي مش تحمير، احنا بنغلفها وبنخليها خفيفه كده معانا. وبعد ما كده خفت معانا احنا ننزل بايه بميه مغليه هنغطيها. بس هنطلع منه هنغطي الحاجات المكونات دي كلها دياتي. لازم نطلع عن المكرونه وعن الرز والشعريه. لازم نطلع بيها بالميه لفوق كده زي ما انتم شايفين، بس مش قوي. لازم نطلع كده تكد بيها نص صابع كده اهوتي، قد مقدار نص صابع فوقها فوق المكونات. بعد كده اهوت هنجيب مكرونه كده اهوتي اسباجيتا. هنحطها بعد ما احنا قلبنا كده اهوت هنحطها فوق الوش. هنحطها خالف مخلوف علشان انا قطعت دلامات قسمتهم على 3 حتت علشان ما يتعجنوش، وعم حطيتهم خالف مخلوف عشان ما يتعجنوش. بس انا دول مش هحركهم طول ما نزلت بايه بالحاجه مكرونه اسباجيتا. بعد ما هو كده غلي عشان هي الميه مغليه. بعد كده بعد ما غلي رحت غطيت عليها ووطيت. خلاص كده دخل على الاستوى. طول ما دخل على الاستوى يا جماعه شايفين المكرونه الاسباجيتا عملت ايه كده. هدخلهم في بعض كلهم، المكرونه الاسباجيتا مع المكرونه اللي هي الصغيره دي. الصغيره هي دي بتنفع في الحله واحده، في الكشري حله واحده. والرز والشعريه والعدس كله رحت ايه خلاته في ميه واحده كده زي ما تكون مع بعضيه. بعد ما هو قرب الاستوى بعد كده هتحط عليها كد الشمعيه كده واتي واسيبه مع نفسه. ومش هنزوده ميه تاني ولا حاجه، احنا الميه اللي حطيناها ما زودناش تاني. ولازم توطي عليه على الاخر هيسيب مع نفسه ومع الرهوش خالص زي ما انتم شايفين اهي يا جماعه. والله استوى. ولازم بعد ما استوى يا جماعه كده لازم اقلبه عشان ما يتعجنش. لما تلاقوه استوى لازم تقلبوه يا جماعه تقليبه حلوه كده بالراحه بالمقصوصه زي ما انتم شايفين. والله تحفه 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 تحفه. انا ما كنتش عامله اللي هيطلع كده، انا اول مره اعمله معاكم اللي هو الحله واحده. الكشري الحله واحده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هغطيه زي ما انتم شايفين كده اهواتي.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. والله مفلفل فلفل وكله مستوي، الرز مستوي والشعريه مستويه والمكرونه الاسباجيتا والمكرونه العاديه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ادينا حشو من على النار. هنحط كده وقتي الحاجه الحاجه بصله، مقطعين كميه بصل كده وقتي عادي. وانا بنقول لكم النهارده اقتصاد، فكله هيبقى في حله واحده. مش هعمل كلمه اللقديه اللي هتبقى للتجليه وللتزيين. معانا كده هواتي سكر، ومعانا كمون، ومعانا كزبره، ومعانا شطه، ومعانا سكر، ومعانا ملح، ومعانا توم. كله دواتي بعد ما كده تحمر البصله القرب، لما تحمر كده تصفر تكون داخله على الاحمرار زي ما انتم شايفين. هننزل بالتوابل، الكزبره والكمون والفلفل الاسود والكزبره والحجيه توم والسكر حلو كده، معلقه سكر، فهتدي طعم جميل يا جماعه. ولازم بعد ما يحمروا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عشان ما انتم شايفين كدهواتي هنخليهم يحمروا كدهواتي بلونهم مصفر ذهبي كدهواتي، اللون الذهبي الجميل اللي احنا حابينه. بعد كدهواتي هننقص زي ما انتم شايفين كده. هناخد من كميه البصل ديت، وبعد كده وانا بطلعها لازم اعصر من الزيت بالمعلقه علشان دول للتزيين يا جماعه. شايفين بنقول لكم اقتصاد النهارده في كل المواعين، اقتصاد في الكشري، علشان اللي هي بتتعجب تعمل كشري من المواعين خلاص اقتصاد. بس اللي من اول مره يعملوا لازم يعملوا قليل علشان ما يبص منه، وبعد كده هطش. انتوا عارفين الطماطم انا حتى بردك فيها شطه ضربها في الخلاط علشان تبقى في نفس الوقت شطه، شطه الحج كشري، وهتبقى اللهم صل على النبي دواتي اللهم صل على النبي توم مقطع طرنشات ني، حطيناه علشان يبقى الشطه فيها والدجه فيها كله مع بعض. بعد ما كده استوت الصلصه بتاعتنا وبقت لونها جميل كده اهواتي، وهطفي عليها. هنزل بالليمون بعد ما هطفي علشان ما يحصل لكمش حموضه، علشان في ناس بتقول الليمون والخل بيعمل حموضه. لا، طول ما احنا قفلنا على النار مش هيعمل حموضه ولا هيتعب الصدر. قفلنا خلاص على النار، نزلنا بالليمونيه بتدي تيست وطعم جميل يا جماعه. وبعد كده هننزل بكم معلقه خل كده اهواتي، كد 4 معالق خل. والله العظيم بعد ما يعني طعمه جميل. انا ما بنزلش حاجه الا لما بقول لكم عليها كده. يبقى الدجه والصلصه والشطه في نفس الصلصه، علشان احنا كده اقتصاد وتوفير، مش في اي حته تاني. هنا البلد يوكل مع دعاء. ونصلي بينا على النبي كده، ونحط اللايك ونحط الاشتراك. ادي الشكل النهائي بتاع التجليه الصلصه، وادي الكشري اللي في حله واحده يا جماعه. نغرفه مع بعضيه مع بعضينا علشان يبقى قدامكم الشكل النهائي. والله تحفه، والله مفلفل يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بس انا كترت المكرونه بس، يعني بردك جميله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا اول مره اعمله بس يعني حلو، انا ما جربته حلو واقتصادي وسهل وبسيط. ادي كده بعد ما حطيت هغرف تاني. شايفين والله مفلفل، انا عماله اوريهولكم مفلفل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ادينا حطيناه غرفناه كده اهواتي. وبعد كده اهواتي نصلي بينا على النبي. هننزل بالصلصه كده اهواتي اللي هي بالدجه واللي هي بالشطه وكل حاجه يا جماعه، يعني في حله واحده بس. مهرجان الحله النهارده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وشايفين التجليه جميله يا جماعه. وهنحط كده اهواتي اللي هو الحمص زي ما انتم شايفين، حمص الشام جميل كده اهواتي مستوي سلجينه كويس خالص. وادي الحج بصل كده اللي احنا محمرينه مع بعضينا. بقول لكم اقتصاد من الاخر، يعني ما عملتش كذا فيلم وكذا حله، لا، هم اللي انتوا شفتوهم معايا دول اللي انا استخدمتهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك كده اهواتي. ادي الشكل النهائي تحفه، ويا ريت تجربوه، بس جربوه بكميه صغيره علشان كل واحد برده كده لما تلاقي نفسك بقيتي حريفه، لا اعمل كميه اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي باي.